السلام عليكم. النهارده هنشرح زد عم الميد لين وعم اي اساسن في اللعبه ديت. زد مصنف من شخصيات الاساسن، بيلعب ميد لين وتوب لين واحيانا جونجل. نبتدي بالباسف. باسف زد كونتمت اوف ذا ويك. زد ضربته التانية على ان اي انمي اقل من 50% اتش بي بتعمل بونص ماجيك دامج بيساوي 7% من ماكس هيلث بتاع الانمي. بمعنى ان اي تشامبيون اقل من 50% هيلث انت هتعمل دامج عليه 7% من الاتش بي بتاعه. كل ده هيتحول لضربة ماجيك دامج. نيجي للكيو. كيو زد عبارة عن شوركن بيحتوي في خط طولي كده، بتعدي مثلا على اي حد. اول انمي بتعدي عليه بتعمل من 70 ل 220 زائد 200% من البونص اتاك دامج اللي معاك اللي انت شاريه من الايتمز. تاني حد بتعدي عليه الكيو بيتعمل عليه نص دامج. نيجي للدبليو وهي اهم سكيل عند زد بقى، دي اللي بتخليك الساحر الروسي اللي محدش هيعرف يجيبك. زد بيعمل شادو، تمام، حد هنا كويس. الشادو ده بيعمل اي حاجه زد بيعملها. يعني لو ضربت ايه الشادو بيضرب معاك ايه، لو ضربت الكيو الشادو بيضرب معاك الكيو، ولو ضربت عدو مرتين الكيو انت والشادو او الاي هترجع نسبه من الانرجي اللي انت فقدتها. نيجي للاي. اي زد عباره عن زد بيلف في مكانه، بيعمل من 70 لحد 170 زائد 70% من بونص الاي دي اللي معاك او بونص الاتاك دامج اللي معاك، وبيعمل سلو بنسبة 40% لأي حد في المحيط ده. ولو الشادو بتاعك ضرب الاي على الانمي انت كول داون الدبليو بتاعتك بيقل حبة حلوين يعني. نيجي بقى للار. ار زد هو عبارة ان هو بيخش جواك، بيبقى ان تارجتابل، محدش يقدر يضرب عليه اي سكلاية لمدة 3 ثواني، واي دامج بيعمله عليك في المدة ديت بيتحوش عليك. بمعنى ايه؟ انه بيعمل نسبة من الدامج ده اضافية. معنى ان هو مثلا عمل عليك دامج في ال3 ثواني دول، في نسبة من الدامج ده بونص دامج بعد 3 ثواني. لو الدامج ده كافي ان هو يقتلك بيظهر عليك علامة شوركن تفضل تلف، ودي معناها يعني ان زد بيديك تذكرة ترجع بيها للبيزا ايه ببلاش كده، بيوفر عليك يعني. ده بالنسبة لسكيلات زد. نيجي بقى للجزء ايه الكومبوهات بتاعت زد. كومبوهات زد هتتصنف من السهل لحد الصعب. ده اول كومبو لزد، مصنف انه كومبو سهل. بتضرب الشادو وبعدين الاي في الكيو، وممكن تكمل تضرب بالشادو تاني الدبليو تاني عشان ايه لو الانمي لو اتش بي تفعل عليه الباسيف. الكومبو ده بتبوك بيه على الانمي في الليننج فيز. حاول دايما تضرب الشادو جنب الانمي، مش لازم تضربها وراه، حاول تضربها جنب الانمي بحيث انك تاخد ادفانتج عليه وتعرف تختفي سكيلاتك. ده كومبو فلاش كيو، ده هتعمله لو انت عايز تفاجئ الانمي اللي هو لو اتش بي قصادك، فتضرب عليه فلاش كيو او كيو فلاش يعني. الكومبو ده هتستخدمه في حالة لو انت عايز تدي نفسك مساحة انك تضرب الكومبو بتاعك بحرية، بترمي الدبليو ورا وتضرب الار، بعدين ترجع بالدبليو وتضرب الكومبو بتاعك كويس كله. في حالة لو الانمي ماتش بترجع بتسويتش للار تاني وبعدين تضرب عليه الاوتوهاي عشان تفعل الباسيف. الكومبو ده بقى يعتبر اصعبهم، لان ده لو قصادك اتنين. لو قصادك اتنين يا باشا انت اول حاجه هتضرب الار على شخص منهم، وبعدين ترمي الشادو ورا الدبليو ورا الواد التاني. في حاله لو قتلت اول شخص هتسويتش بالدبليو عند الشخص التاني وتكمل عليه بقى بالاي والكيو. الكومبو ده هتستخدمه في حاله لو انت مثلا بتلعب قصاد حد معاه موبيليتي، فاحتمال ان هو يهرب منك فانت مش عايزه يهرب. هنعمل ايه يا باشا؟ هتضرب الار عادي جدا وما تضربش الدبليو، استنى لحد ما يتحرك تقوم ضرب الدبليو عشان تتحرك وراه، تكمل الكومبو بتاعك عادي جدا. نيجي بقى لجزء البيلد والرونز. بيلد والرونز زد بتختلف حسب الجيم عموما، لكن انت عندك ايتم اللي هي اليومي جوست بليد، دي كور ايتم بتشتريها في كل جيم. فاول بيلد ده البيلد ده هيخليك اساسن صرف وان شوت اي حد، وحلو جدا في الايرلي جيم، وهيساعدك عموما ان انت تكسب تيمك وتحاول ان انت تفايدهم.
يعني نستخدم تاني بيلد ده في حالة لو انت بتلعب قصادك تانك في التيم او في اللين، او مثلا التيم اللي قصادك فيه اكتر من تانك. البيلد ده يخليك تلعب تانكات حلو جدا ويبقى مفيد ليك. تالت بيلد ده بقى ده ما انصحكش بيه حاليا لو انت لسه بتلعب بزد، يعني لان ده بيلد بتاعي، ده انا بلعب بيه حاليا، ولسه في شويه حاجات بحتاج ان انا بس انا بحاول اظبطها يعني. فالعب انت باول اتنين او اول بيلد، وممكن تبقى تجرب ده بقى حالة لو انت يعني ايه تمكنت من زد شويه. نيجي بقى النصايح لزد. بص يا معلم، زد واحد من افضل الرومرز في لعبه وايلد ريفت وفي ليج اوف ليجندز عموما. يعني انت قوتك في الايرلي جيم، فدايما محتاج ان انت تبقى معاك ليد على اللي قصادك، وتاخد برايو معاك لين برايو، وتتحرك في حاله تتحرك مع الجنجل، تساعده في الدريكات، تساعده في الريفت، وتحاول انك تروم البوت والتوب. يعني ده زي ما قلت لك زد قوي جدا في اول الجيم، وخصوصا لما بيجيب اول ايتم. فالمفروض تستغل الادفانتج بتاعتك ديت. لو قدرت انك تستفاد من الايرلي جيم بتاعك احسن استفاده، اضمن لك ان انت هتكاري الجيم ده بنسبه كبيره. زد من شامبيونات الهارد كاري، يعني هو تشامبيون يقدر يكاري الجيم، يقدر يشيل الجيم لوحده، لكن صعب جدا. محتاج ان انت تضرب الكومبو بتاعك بطريقه معينه. لازم دايما تحاول انك تضرب الكومبو على اكتر من شخص. لما تضرب الكومبو بتاعك على اكتر من شخص بتعمل اريا دامج لكل الموجودين، لان زد الكيو بتاعتك زي ما احنا قلنا ان انت نص الدامج بيتعمل على تاني واحد بتخبط فيه، فهي مش بتعمل نفس الدمج على كل اللي بتعدي عليهم. لذلك دايما زد محتاج تدريب كتير جدا. مش من احسن الشامبيونات اللي هو تقدر تكاري بيه الجيم. لو عايز تتعلم زد فعلا وتقدر تكاري بيها، انت قدامك مجهود كبير جدا، ومحتاج تدريب كبير جدا على زد عشان تقدر تكاري بيه الجيم. لكن في ممكن يكون في شامبيونات احسن منه وهايبر كاري جدا، وممكن تفيدك وتطلعك يعني من الرانك اللي انت عايزه يعني. وبس ده كل اللي انا كان عندنا النهارده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه بقى عشان يوصلك كل جديد، وبس بيس.